لمعرفة المنحنيات الفكرية للشيخ محمد رمضان سعيد البوطي والرؤية الفكرية الثاقبة والجهود التي كان يبذلها في سبيل وحدة المسلمين. معنا من دمشق الداعية الإسلامي الشيخ عبد الرحمن علي ضلع، وهو واحد من أنجب تلامذة الشيخ محمد رمضان سعيد البوطي، وينتمي إلى مدرسة البوطي الفكرية والروحية والصوفية. والذين لا يعرفون البوطي هو واحد من الذاكرين لله العرفاء بالله. عظم الله أجوركم حضرة الداعية. حياكم الله وعظم الله أجور العالم الإسلامي بأكمله. نحمد الله على كل حال أن جعل لهذه الأمة رجال كالجبال أمثال علامتنا الكبير الذي كان يسيل قلمه دائما بالمنهج الوسطي المعتدل من طنجة كما قلت إلى جاكرتا ومن كشمير إلى بواتيك في كل العالم الإسلامي والعربي. حضرة الداعية الإسلامي عبد الرحمن، كنت واحدا من الذين واكبوا مسيرة الدكتور البوطي. نبدأ من الجنبة الأخلاقية لهذا الرجل الذي دعا بعض الفقهاء إلى قتله حيلة وظلما وعدوانا وغدرا. ماذا عن أخلاق هذا الرجل رحمة الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي النهى ومن اقتدى بهم فاكتفى. نعم، لا يكفينا ساعات بل أيام بل أكثر من محاضرة بل أكثر من صرخة مؤيدة من خلال طلاب الشريعة وعلماء أهل السنة في العالم الإسلامي والعربي. لا تكفينا ساعات كثيرة أن نحكي وأن نتحدث وأن نتكلم عن تواضع هذا الرجل الطيب المبارك، عن علمه الذي ما زال يقرأ في الكتب ويدرس في جميع الجامعات الإسلامية، بل عن ردوده الشرعية الوسطية المعتدلة، بل عن إخراج النصوص التي غيبت من قبل بعض الحاخامات لعلماء بعض الممالك جاءوا لكي يميزوا ويقطعوا هذا الدين. فجاء علامتنا الكبير البوطي رحمة الله عليه نزغرد نحن أمام الله وأمام البشر وأمام الرجال وأمام الجبال ونقول بأن الكتب باقية. ورحمة الله عليه حينما قال الشاعر آثارنا تدل علينا من بعدنا، أي هناك علم عظيم ما زال في الكتب في جميع المكاتب الإسلامية بل في كل مكان. فلذلك أنا أقول والله أعلم بأن هناك ملايين من العالم الإسلامي الآن يقفون صامتين، لكن تجلجل ما في داخلهم كثير من النقاط عبر علامتنا الكبير. علامتنا الكبير كنا نحضر في صلاة الجمعة الماضية عنده في الجامع الأموي، لكن حينما جلسنا نسمع تلك الخطبة وجدنا بأن فيها تأصيل وفيها أيضا كذلك الأمر بيان حقيقي للعالم الإسلامي. خاطب الأمة بأسرها، ثم خاطب المسلمين، ثم خاطب الغرب علامتنا البوطي، ثم خاطب أهل دمشق، بل خاطب أهل المحافظات السورية أن يفتحوا بيوتهم لمن هجروا من خلال هؤلاء العصابات المسلحة المجرمة، هؤلاء الذي جاءون بالقتل وبالدم بديمقراطيتهم العفنة الدموية التي جزت رؤوس الناس. يا أخي في الله، لماذا يستهدفون علامتنا الكبير؟ هل لأنه بين بعلمه وبقلمه وبكتبه أمهات الكتب في العالم الإسلامي؟ لماذا يستهدفون علامتنا الكبير؟ ما حمل السلاح عليهم إلا أن قال كلمة الحق يصدع بها صدعة أمام مرأى ومسمع العالم الإسلامي والعربي. نعم، يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يؤكد بأن يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أئمة، يأتون أئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ولا يستنون بسنة هذا النبي. يقول عن هؤلاء التكفيريين التفجيريين، ثم ماذا يفعلون بعد أن لا يستنون بالسنة ولا يهتدون بالهدي؟ هؤلاء ماذا يفعلون يا أخي؟ يأمرون الناس أن يخرجوا على الناس وعلى ولاة الأمر وأن يقتل البر الفاجر والفاجر البر، يجعلون الدماء تغوص في الركب. نعم، هؤلاء
علماء الشياطين أسميهم الذين أفتوا بقتل العلامة الكبير، لكننا نحن نقول استشهاد العلامة الكبير سينجب آلاف بل ملايين الذراري من أرحام الأمهات ومن نطف الآباء جهارا نهارا، ونداء العلامة الكبير من خطبته الجمعة الماضية، وأنا أخاطب قناة الميادين وأقول لها أتمنى منكم عند صلاة الجمعة غدا أن تخرج خطبة الجمعة للعلامة الكبير التي كانت في الجمعة الماضية، لكي يرى العالم الإسلامي كيف كان العلامة يخاطب الأمة والشباب. فلذلك يا أخي كثير من أبناء الأمة حينما صلوا في المساجد وحينما دعوا الله عز وجل عرفوا المنهج الوسطي والمنهج الرائد الرائع. وكنت باتصال عبر أرحام العلامة البوطي منذ 3 أيام حينما وجدت الدكتور يحيى أبو زكريا في فندق داماروز وأراد أن يسجل حلقة، فسألت العلامة وبين لي بأن الخير موجود والبر معقود وهو ينتظر مجيء الدكتور يحيى أبو زكريا، لكن المجرمين واللقطاء أبناء الشياطين لا أريد أن أوصفهم إلا وصف الشيطان، لأن الشيطان بعد أن يولغ بدماء الأمة لماذا اعتدوا على بيت الله دكتور؟ لماذا اعتدوا على المصلين؟ أكثر من 400 مصلي في جامع الإيمان. لماذا قتلوا الأطفال الصغار بعد أن توضأوا الأطفال الصغار وبعد أن رفعت الأكف في صلاة المغرب، أكف الأطفال الصغيرة والكبيرة إلى الله؟ لماذا يقتلون أبناء الإسلام وأبناء الوسطية وأبناء الشريعة وأبناء الحق؟ لأنهم يريدون أن يأتي إسلاما جديدا مطبوخا في البيت الأسود، مطبوخا عبر أسامة وعبر أيمن الظواهري وعبر هؤلاء التكفيريين. وإذا قلنا هؤلاء كيف تجذروا في خشبة الأمة بل في وسط الأمة بل بشريان الأمة، هي المؤسسات التكفيرية المتشددة التي انتشأت في السعودية ومن لف لفهم، وفي قطر ومن دعم دعمهم. لذلك أقول لهم اعلموا علم اليقين، واعلموا علم اليقين وبشارة من أرض الشام ومن عز الشام ومن وفاء الشام ومن جبل قاسيون، إننا سنبقى وباقين على منهج الوسطية المعتدل، المنهج الدمشقي، المنهج الذي شربنا منه كماء الفيجة بالوسطية لهذا الدين. واعلموا يا دول العالم الإسلامي والعربي والغربي بأن علماءنا سيبقون على الوسطية، وبأن علامتنا الكبير بأخلاقه بأفعاله بأقواله برايته بعزه بمنبره كان يصعد على منبره يصعد ويصهل صهلة كبيرة ويصدع بالحق صدعة أمام الحكام والمحكومين أمام الكبار والصغار. حضرة الداعية الإسلامي ما يخفف الوضع أنه التحق بالرفيق الأعلى وليس في ذمته كلمة تفريق للمسلمين، أنه التحق بالرفيق الأعلى وقد مات شهيدا في المسجد مؤديا للصلاة. كنا نتصور أن مسجد الكوفة قد انتهى مذ ضرب علي وهو يسجد عندما فعلها ابن اليهودية وأصاب بسيفه الإمام علي. من الكوفة إلى دمشق التاريخ الإسلامي الدموي يتجدد. أرجو أن تبقى معي شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن إذا سمحت، الشيخ البوطي كان ممن تلقوا إغراءات كبيرة جدا لمغادرة دمشق والانضمام إلى جوقة المتمردين على دولتهم ومجتمعهم والذين استباحوا دماء السوريين، لكنه في كل مرة كان يرد هذه الإغراءات وكان يعتبر أن البقاء في سوريا والصمود فيها أولى من الذهاب إلى الفنادق 5 نجوم والتمتع بالأموال الحرام. ماذا تقول في هذه الجنبة؟ أولا أقول من استهدف العلامة البوطي لماذا يستهدفون عالم علامة كبير بين جنبات العالم الإسلامي والغربي والعربي؟ لأنهم هؤلاء مفلسين بمنهجهم الدموي، لذلك ما حققوا شيء في الجمهورية العربية السورية هؤلاء المجرمين إلا سوى اغتيال العلماء واغتيال الهامات والقامات الكبيرة التي تطل على العالم الإسلامي بأسره. ثم أضيف إلى ذلك نحن نعلم بأن المملكة العربية السعودية وقطر وبعض دول الخليج كان لهم يد كبيرة من أصحاب اللحى المششورة زئبقية تضع الشماخة وتسبغ تلك اللحية وتخرج وتنظر على البشرية والإنسانية لقتل العلماء أينما كانوا. لو قتل عبد الرحمن السديس ماذا كان سيحدث؟ هل هناك أحد خرج وأصدر فتوى بقتل رئيس هيئة العلماء الكبرى في الرياض؟ لن يخرج أحد، بالعكس
كان علامتنا الكبير يقول إنما هذا العلم استنبط من القرآن والسنة، وله كتب كثيرة يرد على أهل نجد فيها، لكن هم هؤلاء اجتمعوا مع شياطينهم لكي يقتلون. وأنا أقول لك بصراحة واضحة برسالة فاضحة: ليس هناك بعد الموت شيء. وأنا أعلم بأنهم كما قتلوا العلامة البوطي لكنه مخلد بعلمه. وكم من أناس يا أخي حينما يموتون هنا وهناك لا يذكر أحد اسمهم، وكم من أناس تحيا القلوب فيهم أمثال العلامة البوطي. فأنا أقول للعالم الإسلامي الذين تآمروا وتكتلوا من حاخامات وعلماء وسلاطين على علامتنا وعلى علمنا وعلى منهجنا وعلى وسطيتنا وعلى اعتدالنا، إنكم لن تدركون ما أدركه العلامة البوطي الكبير، لأن كان قلمه سيال يا أخي. علمه موجود في أمهات الكتب في العالم الإسلامي وفي غيره. لذلك وضحوا الصورة والسيرة والسريرة ما يتكلمون بهؤلاء المجرمين. عرضوا الزمرد والذهب وتكلموا وهددوا وتوعدوا وأرادوا ودجنوا وفتوا وأطلقوا واجتمعوا واتحدوا، لكنهم مفلسين. وأنا أقول لما يسمى بالشتات معاذ الخطيب ولغيره ولمن يدعي الحرية والديمقراطية ويتهم بالجيش العربي السوري ويتكلم وهو يقول يدعي بالحرية، وهذا لرئاسة الحكومة التي أسست منذ أيام. أقول لهم: أي حكومة يا أبناء صهيون؟ إذا كنتم تدركون الحكومة وتدركون الراية والشعب السوري عليكم أن تحفظوا العلامة الكبير. إن معاذ الخطيب وبغيره كانوا يثنوا الركب في الجامعات وفي جامع الأموي وفي كل مكان. الآن أصبح علماءكم الأجلاء علماء نبلاء علماء عاملين دماؤهم مهدورة. أين شرفكم؟ أين غيرتكم؟ أين عزتكم؟ أين حضرة الداعية بكل صراحة، وهي شهادة للتاريخ، وأنت واكبت العلامة الراحل رضوان الله عليه، من أفتى بهدر دمه على وجه التحديد، وأنت جمعت أسماء كثير من العلماء أفتوا بقتله. دعنا على الأقل إذا لا تطالهم يد السماء اليوم، أجيالنا في القريب العاجل تعرف من أهدر دم هذا العالم الجليل الذي كان مصداقا للعقلانية ومثالا لوحدة المسلمين. من أهدر دمه؟ نعم، لا يعرف كل من يعرف ويحرف كل من يعرف. الانحرافات الشديدة التي ظهرت من المؤسسات المتشددة التي تدعي بأنها تحمل الراية والإسلام حتى في قلب أوروبا، هم هؤلاء الذين أهدروا هذا الدم. هم صنعوا القاعدة، هم أججوا ودجنوا، هم أسرعوا إلى هدر ممتلكات الأمة وقتل علمائها. من هم؟ هم من أذناب ما سميوا بأنهم يحملون راية الإسلام. من هم؟ هم الذين يقطنون بالمملكة العربية السعودية. من هم؟ هم في قطر، هم في أيضا الأردن، الآن أكبر قاعدة في الأردن. من هم؟ هم في طرابلس في لبنان، الآن يطلقون النار في طرابلس ويقولون فرحا على قتل العلامة الكبير، لكن خسئوا. أقول لهم على الهواء مباشرة: خسئتم، إن علم العلامة الكبير باقي في صدورنا. وأنتم يا أبناء طرابلس ويا أبناء أيضا كذلك الأمر أردوغان ويا من فتحتم أراضي الأردن ويا من قلتم بأنكم عرب في داخل. شيخ عبد الرحمن، نعم. دعني أنا وأنت والمشاهدون الكرام والشيخ محمد زغموت نسمع ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي في الشيخ محمد رمضان سعيد البوطي. وهل كان يوسف القرضاوي مشاركا في قتل الشيخ رمضان سعيد البوطي؟ إلى ما قاله القرضاوي: علماء سوريا أصبحنا نراهم في كل مكان. كل عالم في سوريا ما مرموق رأيناه ترك يعني سوريا، وبعض العلماء يعني موجودين في سوريا لا يتحدثون. ليس هناك إلا يعني بقايا العلماء للأسف الذين يتحدثون بالباطل ويدعون لمناصرة بشار الأسد. عالم واحد هو الذي فقد هويته وفقد عقله وفقد كل ما في الناس العقلاء. الشيخ البوطي سعيد رمضان البوطي الذي كنا نحسبه من العلماء وكنا نحسبه ممن يملكون عقلا ويملكون رشدا ويملكون علما، إذا هو يفقد هذا كله
ويسير في ركاب الظالمين. يعني كيف له من الله سبحانه وتعالى هذه الآلاف 80,000 قتلها هذا الجبار بجيشه وأسلحته بطياراته بموارده الحربية بمدافعه بدباباته بصواريخه بشبيحته